السكيتنج من أكتر الرياضات اللي انتشرت الفترة اللي فاتت دي. طب أنا عاوزة أجرب سكيتنج، طب أنا عاوزة أجيب سكيت، طب أعمل إيه؟ أبدأ منين؟ هل أجيب السكيت الكوجر ولا أجيب السكيت البلاستيك العادي؟ بص، لو انت حابب ان انت بس تجرب كده كمبتدئ ممكن تشتري السكيت البلاستيك العادي علشان ما بيبقاش مكلف زي الكوجر. طبعا الكوجر امكانياته اعلى وبيمشي على الاسفلت، ممكن تروح بيه مثلا نادي درس، ممكن تروح بيه كل حتة لو اتدربت عليه كويس. بس برضه الskate العادي اللي هو البلاستيك ده بيكون أحسن في الأول، تقريبًا بيكون صيني، ده بيكون أحسن في الأول إن أنت تتدرب عليه. ده طيب أنا باتدرب عليه فين ده؟ مثلًا ممكن تتدرب عليه في البيت، ممكن تتدرب عليه مع كابتن، ممكن تتدرب عليه في النادي. بس ما انصحكش إن أنت تبدأ بالskate الكوجر لأن ده بيكون غالي مكلف، وممكن لو أنت ما حبيتش الرياضة أصلًا يعني أنت تكون اتكلفت مثلًا 1000 والّا 3000 جنيه في حاجة أنت مش هتستخدمها تاني. فيستحسن تبدأ بالسكيت البلاستيك، تقريبًا ده بيكون الصيني. طب أنا برضه لسه عندي مشكلة، أجيب السكيت ده منين؟ أعمل إيه طيب؟ أنا عاوزة أتدرب ومش عارف أي حد بيتدرب skating ولا عارفة أعمل إيه. بُص، الحل عندنا، هتيجي أتيليه هوم أو هتطلب من على الويب سايت أو من على إنستجرام أو من على فيسبوك، هتلاقي الحاجة دي وصلت لك إن شاء الله بسرعة بأحسن جودة. طب إيه طيب أنتم ما بتبيعوش غير السكيت العادي ده؟ طب أنا مش عاوزة سكيت. لا يا سيدي، إحنا عندنا سكيت بورد وسكيت رولر، تقدر تجيبهم برضه من على نفس الويب سايت والإنستجرام وتيجي الفرع عندنا إن شاء الله يكونوا متوفرين. الأسعار بتبدأ من 850، يعني أسعار متوفرة من 850 لفوق بقى، مثلا في ب2000 3، على حسب النوع اللي انت هتشتريه.